رجعتني للحياة، رجعتني أضحك وأعيش. دي الجملة اللي جوزي قالها لي لما بسأله ليه بيحب مراته التانية أكتر منه. مساء الخير. صاحبة مشكلتنا بعتة بتقول: أنا جوزي متجوز واحدة تانية وأنا الزوجة الأولى. من وقت ما اتجوزها وهو ميال لها في كل حاجة، بيعشقها حرفيا، وأنا ده أنا حاساه من غير ما يقول. حتى لما بيجي في الأيام بتاعتي بيفضل يكلمها طول الوقت. أنا بقى وهو عندها يرن 5 دقايق يطمن على الأولاد ويقفل. لما اتكلمت معاه وقلت له: انت ليه مش بتعاملني زيها؟ رد قال لي: انا بعدل، لو جبت لها وردة بجيب لك زيها في نفس الوقت. مصاريفك وحقوقك بتاخديها كاملة، مش مقصر معاكي في حاجة. اما قلبي فمش بإيدي. هي اللي رجعتني للحياة، رجعتني اضحك واعيش. انا مقهورة، مقهورة بجد. وهو رافض اني اتعرف عليها، رافض يقول لي عنها اي حاجة. حتى لما طلبت منه يعرفنا على بعض قال لي: لا، انت في حالك وهي في حالها. لما بيجي عندي بيبقى معاه عقله وقلبه معاها، بيبقى معانا بجسمه بس. ما اقدرش اقول انه اب وحش او حتى انه مقصر في حقوقه، بس ده جارحني ووجعني ومش عارفه اعمل ايه. غيرت من نفسي، بتغير من لبسي، من ستايلي، من شكلي، من البيت، عملت كل حاجه مفيش فايده. ومحدش يقول لي اتطلقي. انا ماليش حد واهلي متوفيين. مين هيصرف عليا وعلى ولاده؟ وهصرف عليهم انا ازاي ومنين وانا مش بشتغل؟ اعمل ايه؟ خلينا نعترف الاول ان انت مشكلتك مش ان جوزك اتجوز عليك، ولا حتى في حقوقك الماديه لان بلسانك بتقولي بيديها لك. انت مشكلتك انك فقدتي مكانه كنت متعوده عليها، وان قلب جوزك بقى متعلق بحد تاني. والحقيقه اللي لازم تتقبليها ان محدش يقدر يفرض مشاعره على حد. لا هتقدري تجبريه يحبك، ولا هو حتى يقدر يجبر نفسه على ده. كل اللي تقدري تعمليه انك تبطلي تدخلي نفسك في مقارنة مستمرة مع الزوجة التانية. ما تراقبيش هي اخدت ايه وانت اخدت ايه. ما تحاوليش تكسبي سباق بينك وبينها، لان النوع ده من المعارك الكل بيطلع منه مش مرتاح. ركزي اكتر على حياتك وعلى اولادك، على احترامك، على إن وقتك يبقى وقتك فعلا. ولو ناوية تكملي في الجوازة فكملي بعقل، عقل يحافظ على كرامتك وراحة بالك، مش بعين كل يوم تبص على مين كسب قلبه أكتر. مستنية رأيكم في التعليقات. أنا صافي ودي كانت حلقتنا النهاردة.